ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن الناس المتجوزة، عن الستات بالأخص. يعني بلاش تنكدي على جوزك وهو راجع من الشغل، بلاش أول ما يدخل كده تديله في وشه الطلبات، البيت. ابنك عمل في المدرسة، ابنك سوى، المدرسة عايزاك بكرة تروح مع الولد علشان عمل شقاوة وعمل وعمل وعمل. بلاش أول ما يدخل من باب البيت كده ولسه راجع من الشغل تديله في وشه كده. يعني بالراحة، يقعد يتغدى بالراحة كده، يتفرج على التلفزيون، شوفي وقت مناسب كده وتكلميه. بلاش اول ما يدخل كده تروحي مدياله كده في وشه، يعني تصدميه. انتي ما تعرفيش هو بيشوف ايه في اليوم كله في الشغل. ده بيشوف بلاوي، بيشوف مصايب، معاملة المدير معاه، معاملة زملائه، معاملة العملاء، معاملة ناس كتير، الناس اللي في الشارع. فانت ما تعرفيش هو بيمر بايه في يومه، هو بيمر ببلاوي سودا. فبالراحة عليه، يعني اول ما يدخل كده، يعني ما تديلوش كلام كده يصدمه. ما تقوليلوش الفلوس ما كفتش معايا النهارده وما جبتش غدا، الفلوس ما كفتش معايا النهارده وما اديتش الولد الدرس، الفلوس. يعني بالراحه عليه، ما تدخليش هجم كده. خلي فيه عندك سنس كده في التعامل، علشان ما يكرهكيش وياخد جنب منك كده، او يحس ان انت ما عندكيش احساس، يحس ان انت بارده، هيحس ان انت يعني عايش مع واحده حيطه، ما بتحسش، ما بتفهمش. خليكي سلسة، خليكي كده لينة في التعامل مع جوزك. ما تفضليش تضغطي عليه تضغطي عليه تضغطي عليه. كتر الضغط على فكرة هيعمل نتائج انتي في غنى عنها، مش هو اللي في غنى عنها، انتي اللي في غنى عنها. هو هتشوفي منه ايام سودة بجد، بجد هتشوفي منه ايام سودة على اللي انتي بتعمليه معاه. فتعاملي بالراحة وخلي مخك كبير، ما تبقيش كده هجم 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 هجم، طخ 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 طخ. وبالاخص بقى لو انت قاعده مع مامته في نفس العماره، يا سلام. مامتك عملت، مامتك سوت، اختك عملت، اختك سوت، وولاد اخواتك ضربوني وانا ماشيه بالطوب وبيضربوا الجرس ويجروا. ولا شوف لك حل بقى، انا مش هسكت بقى على المواضيع دي. انتوا بقى تستهفئوني بقى في البيت، لا شوف لك حل. انا مش هعيش بقى على الوضع ده، انا هروح بقى في بيت اهلي لغايه انت ما تشوف حل في الموضوع ده. انا مش هسكت على المواضيع دي بعد كده، شوف لك حل. ويجي بقى ينام. اصحى، اصحى، شوف لك حل. انت ما شفتليش حل ليه؟ انا مش هقعد، انا هاخد شنطتي وامشي. في على فكرة ستات بتعمل كده كتير، يعني انا مش بحكي حاجات والله مش موجودة. في ستات فعلا 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 نكدية، وبتكبر المواضيع قوي زيادة عن اللزوم. يعني ما بتكبرش دماغها زي ما بتكبر المواضيع. هي لو كبرت دماغها زي ما بتكبر المواضيع كده هتبقى يعني في حتة تانية خالص. لكن هي ازاي تكبر دماغها؟ لازم تجيب له وجع دماغ، ولازم تجيب له حالة نفسية، ولازم تقرفه اكتر ما هو قرفان. كفاية عليه الشغل، وكفاية عليه قرف الشغل، وكفاية الناس اللي بيتعامل معاها، وكفاية الناس اللي في الشارع لو هو مثلا عنده عربية وبيسوق. كفاية الحاجات اللي هو بيشوفها. معلش انتي برضو بتشوفي كتير في حياتك، وبتشوفي من ولادك، وبتشوفي من مدرسينهم، وبتشوفي من جيرانك، وبتشوفي من كل حاجة. انتوا الاتنين بتشوفوا تمام. فيعني لو كل واحد يراعي التاني، والدنيا تمشي واحدة واحدة كده وبالراحة، والله الدنيا هتبقى جميلة جدا جدا جدا. لو كل واحد يكبر دماغه، لو كل واحد يعني يبقى بيفهم كده، وشايف الدنيا حواليه، وشايف الغلا، وشايف المشاكل اللي حواليه، وشايف الشغل ايه، وشايف الناس اللي بيتعامل معاها عاملين ازاي، وشايف الأدمغة عاملة ازاي، وشايف احنا بنتعامل مع ناس عاملة ازاي. يعني هنبقى في حتة تانية خالص. بلاش مشاكل، ما تعملوش مشاكل يا جماعة. والله المشاكل ليه بتعملوا مشاكل؟ ليه مش بتكبروا دماغكم؟ اما انت مثلا يعني متضايقة من حياتك ولا حاجة، متضايقه منه، من جوزك، اقعدي اتكلمي معاه، قولي له انا عندي واحد اتنين تلاته. هو قالك لا؟ هو قالك مش هحللك حاجه؟ هو كان ايه اسلوبه معاكي لو انت كلمتي قبل كده؟ عادي، هي هتوصل لايه يعني لو انت اتكلمتي معاه وقلتي له انا مضايقني منك واحد اتنين تلاته؟ عادي.
الدنيا خدوا الامور ببساطه. ايه اقصى حاجه توصلي لها؟ يعني هتسيبي البيت تروحي عند بيت اهلك عادي، يعني مفيش مشكله، هترجعي تاني، هيصالحك وهترجعي تاني. ليه بقى؟ هيعرف قيمتك اساسا وهيجي يرجعك تاني. فبلاش مشاكل يعني. والله بجد بيجي قدامي حاجات كتير قوي، مشاكل كتير قوي. ليه بنعمل كده؟ الموضوع مش مستاهل مشاكل، الموضوع مش مستاهل ان انا اقعد في بيت عيلة واعمل مع ده مشكلة وده يعمل معايا مشكلة، وده ضربني وده قال لي وده ضرب الجرس عليا وجري، وده ما عجبوش اكلي، بقى اخوك ما عجبوش اكلي ازاي ومش ازاي، ومراته بصت لي ومراته عملت لي ومراته قالت لي ومراته سوت لي ومامتك عملت لي وقالت كلمة كده في نص الكلام انت ما خدتش بالك منها لما قالت مش عارف ايه، لما قالت عملت ايه. حتى لو هي قالت ولا عملت عادي، كبري دماغك كأنك مش سامعة. والله يا جماعة، عارفة انت لو دايما مش سامعة، اعملي نفسك مش سامعة بجد. يعني بص، حياتك هتبقى هنا، هتبقى نعيم بجد. ده في اي مكان، مش حكاية مع جوزك ولا مع قرايبك، ده مع كل الناس. اعملي نفسك مش سامعة بجد. ماشية في الشارع حد قالك كلمة، اعملي نفسك مش سامعة. ماشيه في الشغل حد قال لك كلمه ضايقتك، اعملي نفسك مش سامعه. مديرك قال لك كلمه ضايقتك، اعملي نفسك مش سامعه. وللرجاله برضو الكلام ده، اعمل نفسك مش سامع. اعملوا نفسكم مش سامعين بجد. والله المشاكل هتتحل بطريقه مش ممكنه بجد. يعني نرجع بقى لموضوع الزوجه. ارجو من كل زوجه تكون بتشوف الفيديو دلوقتي ان انت ما تبقيش نكديه، وخدي الامور بالراحه. وحتى لو حصل الايه معاكي من اهل جوزك، من جوزك، من ولادك، من مدرسين ولادك، من الناس اللي في الشارع، من الناس اللي عندك في الشغل، كأنك مش سامعه حاجه. كبري دماغك وخدي الامور ببساطه. ومش كل حاجه تقفي عندها وتزعقي وتشتمي وتغلطي، عشان برضو غلط ان انت تغلطي. الغلط ممكن المشاكل تتحل، لكن لما انت تغلطي الكلمة اللي انت هتقوليها هو مش هينساها لك، هو مش هينساها لك ابدا. علشان كده ممكن ان انت تتخانقي، ممكن ان انت تتخاصمي معاه، ممكن ان انت تسيبيه وتقعدي في مكان تاني، في اوضة تانية، وتسيبيه شوية لغاية ما الامور تهدى. لكن انت لو غلطتي، لو طلع من بقك غلط، هو مش هينساها لك طول العمر، وهيفضل شايلها لك في دماغه. وهيحصل بالكلمة دي حاجات انت مش في غنى عنها. يعني بلاش، يعني ما بلاش الغلط، يعني بلاش نغلط في بعض. كل شيء بالراحة، وكل شيء لما تفوتي هو هيحس ان هو معاه جوهرة بتفوت له حاجات كتير قوي، بتكبر دماغها عشان الحياة تمشي. يعني هي باقية عليه، باقية على ولاده، باقية على بيته، بتحبه بجد. فهو ممكن من نفسه كده يبص كده، ايه ده؟ لا، الست دي انا مش هلاقي زيها تاني، الست دي ما تتعوضش، لان هي بتستحملني في اسوأ حالاتي واسوأ حاجة بعملها فيها، وهي برضو تستحملني. لا، كتر خيرك يا ستي، ده انتي جميلك ده فوق دماغنا. فربنا يصلح حالنا جميعا. وما تنسوش لو الفيديو ده شايفين انه ممكن يفيد حد، اعملوا له شير، واعملوا لي اشتراك او متابعة حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي باي.